عمرك بصيتي البنت وقلتي البنت دي محظوظة قوي، كل حاجة بتيجي معاها بسهولة؟ فرص شغل، نجاح، ناس بتحبها وصحاب كويسين. هو اصلا في ناس اتولدت محظوظة وناس لأ، ولا الحظ ده حاجة احنا اللي بنعملها بنفسنا؟ طيب الاول، يعني ايه حظ؟ حظ ان انتي تغيري طريقة افكارك وطريقة تفكيرك للأحسن، لأن انتي كل ما غيرتي طريقة تفكيرك وأفكارك للأحسن هتلاقي الكون كله بيسخرلك كل حاجة كويسة هتحصل في حياتك. طبعا ده كله مع السعي، مع ان انتي تكوني بتعملي اللي عليكي، بس في الاخر خلينا نقول ان الحظ بيبقى توفيق من عند ربنا. طيب انا ازاي بقى ابقى بنت محظوظة؟ انا ازاي يبقى في توفيق في حياتي وابقى بنت محظوظة؟ انا هقولك 7 عادات. 7 عادات دول هتخليكي تبقي بنت محظوظة، واخر عادة هي السر او السحر الحقيقي اللي فعلا ممكن يخليكي بنت محظوظة. اول حاجة هي ان البنت المحظوظة بتبقى متوقعة الخير. بمعنى ايه؟ بمعنى ان البنت المحظوظة مش هتصحى كل يوم تبقى مستنية المشاكل، بالعكس هي بتصحى عارفة ان النهاردة هتقابل حاجة حلوة في يومها، يومها هيبقى ماشي كويس، ومتوقعة ان هي هيحصل فيه حاجة حلوة في يومها. هو ده معناه ان هي عايشة في الاحلام؟ اكيد لا، بس ده لان هي مركزة على الفرص اكتر من العقبات اللي في حياتها. طب هديكي مثال، يعني انت مثلا لما تخشي دلوقتي امتحان انت متأكدة ومقتنعة ان انت هتفشلي، ايه اللي هيحصل؟ هتفشلي. طب لما انت تكوني داخل الامتحان واثقه ان انت باذن الله ربنا هيكرمك ومتاكده ان انت باذن الله هتعدي، ايه اللي هيحصل؟ اداك بيتحسن، بتعملي اللي عليكي، فبالتالي بتنجحي. فانت جربي كل يوم تقولي الصبح ان شاء الله النهارده هيبقى يوم اجمل، ان شاء الله النهارده هيبقى يوم احسن من اللي قبليه، وتفائلي دايما بالخير. النقطه التانية وهي ان هي بتاخد بالاسباب. في ناس بتبقى قاعده مستنيه الحظ يخبط على بابها، وفي ناس تانية بتنزل تدور عليه. انت عايزه فرصه شغل، انزلي دوري. انت عايزة درجات احسن، ذاكري. عايزة علاقات افضل، حسني كلامك مع الناس. وهكذا. كتير من الناس فاكرة ان النجاح ده بيبقى مجرد حظ، بس هو محدش بيشوف اللي وراه، محدش بيشوف التعب اللي وراه، فمفيش حاجة بتيجي من غير ما تاخدي بالاسباب والسعي. النقطة التالتة، بيبقى عندها ثقة في نفسها. الثقة بالنفس هتخليكي تشوفي فرص غيرك مش بيشوفها. لو مثلا بنت واثقة في نفسها ان هي قادرة وقادرة تجرب وقادرة تعمل كذا حاجة، هتوصل لحاجات اكتر من البنت اللي بتقول انا متأكدة ان انا هفشل، انا متأكدة ان انا مش هعرف اعمل كذا. فهو الثقة مش ان انت تبقي كاملة وعارفة تعملي كل حاجة، كل الفكرة ان انت تصدقي نفسك وتعرفي تتعاملي مع اي نتيجة. النقطة الرابعة، البنت المحظوظة بتبقى بتهتم بنفسها. هو ده ليه علاقة؟ أكيد ليه علاقة. انت لما تهتمي بنومك، صحتك، أكلك، بشرتك، نفسيتك بتتحسن، طاقتك بتتجدد، طاقتك بتبقى أحسن. لما تكوني مرتاحة نفسيا وجسديا انت طاقتك بتختلف، ده بيخلي الناس تحب ان هي تتعامل معاكي، ده بيقرب الفرص ويزودها منك. النقطة الخامسة ان هي بتبعد عن السلبية. انا لو طول الوقت حواليا ناس شايفة ان الدنيا وحشة، شايفة ان مستحيل ان هي تعمل حاجة، شايفة ان مفيش فايدة طول ما هي بتحاول، انت نفسك مع الوقت هتصدقي. فعشان كده انت لازم تختاري الناس اللي حواليك، لازم تختاري الناس اللي تشجعك وتقدمك لقدام، مش بيرجعوكي خطوه لورا. هما مش لازم يبقوا كتير، المهم ان هما يكونوا بيطلعوكي لقدام. النقطه السادسه وهي الامتنان. النقطه دي مهمه قوي على فكره، لان انت الشخص المحظوظ لازم يبقى ممتن وشاكر وفاكر كل النعم اللي في حياته. لازم دايما ان هو يبقى مركز على النعم اللي عنده. مثلا كل يوم بالليل اكتبي 3 حاجات انت ممتنه ليهم حصلت لك النهارده. الحاجات دي ممكن تكون بسيطه، يعني صحه، اهلك، صحاب، فرصه تعليم، بس انت لما تركزي على الحاجات الموجوده في حياتك دلوقتي هتحسي ان انت اغنى من اي حد. النقطه السابعه واللي هي اهم نقطه، علاقتك بربنا. بمعنى ايه علاقتك بربنا؟ البنت المحظوظة هي فعلا البنت اللي قريبة من ربنا، البنت اللي دايما شايفة ان اي خير اي شر بايد ربنا، عارفة ان الحاجة دي لو محصلتلهاش دلوقتي فهي عارفة ان ربنا شايلها الخير بعدين، عارفة ان ربنا اختار لها الاحسن. البنت المحظوظة بتدعي، بتسعى، بتتوكل. انتي طول ما انتي قريبة من ربنا هتلاقي حياتك اتشقلبت للاحسن، بس انتي تبقي مؤمنة بكل حاجة ربنا بيعملها. حطك في مكان، ما حطكيش في مكان، اعرفي ان ده خير ليكي وده خير ليكي. في الاخر عايزه اقول ان فعلا الحظ مش صدفه، الحظ هو تخطيط. انت بتخططي، انت الاول بتثقي في ربنا، بتعملي اللي عليكي وبتسعي، تبقي مستعده لاي فرصه هتجيلك، والاهم انك تسكتي، ما تتكلميش في اي حاجه. بس كده كانت دي العادات اللي انا خاصه حسيت ان هي فعلا هي دي الحاجات اللي ناقصاكي عشان تبقي البنت المحظوظه اللي كل حاجه حلوه بتحصل لها. وعايزه اعرف في الكومنتس ايه اكتر عاده حسيتي ان هي ناقصاكي ومحتاجه ان انت تشتغلي عليها. بس كده. باي باي.